هي زيادة المرتب هي الحل؟ يعني اللي بيقبض 80,000 جنيه زيه زي اللي بيقبض 10,000 جنيه؟ من كام يوم كنت قاعد انا واتنين صحابي في اركان، واحد ما شاء الله عليه شغال مدير شركة كبيرة وعنده البيزنس الخاص بيه ومتوسط دخله في الشهر حوالي 80,000 جنيه، والتاني مهندس معماري شغال مع نفسه وبرضه بيدخل متوسط في الشهر من 12 ل 15,000 جنيه. يا رب ما يشوفوا الفيديو ده. المهم يا غالي، وانا برضه قاعد معاهم ودخلي حوالي من 3 ل 5 في الشهر، بس مع تنوع الدخل واختلاف السن بيننا احنا الثلاثه لقينا ان عندنا نفس المشكله، وهي ان المرتب بيخلص قبل نهايه الشهر، وان احنا الثلاثه شايفين وملاحظين ان الحاجه غليت. وده خلانا نسال سؤال، هي المشكله فعلا في التضخم؟ خليني اقول لك ان المشكله مش في التضخم، عشان انا بعد ما حللت ودورت لقيت ان المشكله في اللايف ستايل اللي هو نظام حياه. يعني لما الدخل بيزيد المصاريف هي كمان بتزيد، وفي الاغلب المصاريف بتسبق الدخل. يعني صاحبنا الاولاني اللي بيدخل 80,000 في الشهر راح اشترى عربيه ب3 أو 4 مليون وقسطها على عدد شهور قليل، وده بالتالي بياكل 3/4 الدخل. انما بقى صديقنا التاني مقضيها لفه على المواقع كل يوم، مره يركب اوبر ومره يركب كريم الابلكيشن يعني، وبالتالي ده بيقضي على نسبه كبيره من الدخل. يعني المشكله مش في التضخم ولا الحل في زياده الدخل. طيب الحل فين؟ الحل بيكون في التفكير، الوعي المالي نفسه، يعني ازاي تقدر تتعامل مع الفلوس مش ازاي تصرفها. وده اللي خلاني اتعمق اكتر واكتر في الموضوع ده، والحمد لله حياتي اتغيرت بشكل كبير. عشان كده قررت ان انا اتعلم اكتر واكتر وكمان افيدكم معايا. فلو انت عندك نفس المشكله اللي عندنا او حابب تعرف اكتر عن ازاي تتعامل مع الفلوس، فتابعني علشان تكمل معانا رحله التعلم دي ونتعلم سوا. علشان انا مش خبير مالي، بس كل يوم بتعلم معلومه جديده وباجي اشاركها معاك. انا امير اشرف، سلام.